بسم الله الرحمن الرحيم. نتيجة مناقشة الرسالة المقدمة من الطالب الباحث صبحي خضر صلاح عبد الله للحصول على درجة الدكتوراه في فلسفة التربية، تخصص التربية المقارنة من كلية التربية جامعة سوهاج. بناء على قرار السيد الأستاذ الدكتور نائب رئيس الجامعة بتاريخ 17/11/2022، اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الأستاذ الدكتور نبيل سعد خليل، أستاذ التربية المقارنة والإدارة التعليمية بكلية التربية بسوهاج المتفرغ رئيسا ومشرفا، أستاذ الدكتور أشرف محمود أحمد محمود، أستاذ التربية المقارنة والإدارة التعليمية وعميد كلية التربية بالغردقة جامعة جنوب الوادي عضوا ومناقشا، الأستاذ الدكتور عبد الناصر محمد رشاد، أستاذ ورئيس قسم التربية المقارنة ووكيل كلية التربية جامعة عين شمس للدراسات العليا والبحوث عضوا ومناقشا، عنتر محمد أحمد عبد العال، كلية التربية بسوهاج عضوا ومشرفا. وذلك لمناقشة الباحث صبحي خضر صلاح عبد الله في رسالته المسجلة بتاريخ 12/5/2020 والمعنونة دراسة مقارنة لنظام الدمج التعليمي لذوي القدرات الخاصة بالمدارس الحكومية في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وإنجلترا ومدى إمكانية الإفادة منها في فلسطين. وذلك يوم الخميس الموافق 12/1/2022 ابتداء من الساعة 10 صباحا وحتى الساعة 1 بعد الظهر بقاعة الأستاذ الدكتور إبراهيم بسيوني عمير بمقر كلية التربية جامعة سوهاج بالكوامل. وبعد المداولة توصي اللجنة بمنح الباحث صبحي خضر صلاح درجة دكتوراه الفلسفة في التربية، تخصص تربية مقارنة من قسم التربية المقارنة والإدارة التعليمية بكلية التربية جامعة سوهاج، والله الموفق.